كنتوا تعرفوا ان عندنا كنز في حي مصر القديمة؟ لا، وكمان قليل قوي اللي يعرف ايه الكنز ده. تعالوا احكي لكم قصة الكنز. موجود في منطقة أثر النبي في دار السلام، وهو مسجد رباط الآثار أو المعروف بأثر النبي. طبعا كلنا جه في دماغنا ان المسجد زاره الرسول، لكن هو فيه آثار النبي فقط. القصة بدأت عام 707 هجري لما راح الوزير المملوكي تاج الدين أحمد بن فخر الدين محمد زيارة إلى مسجد النبي في المدينة المنورة. وأثناء زيارته علم بوجود بعض الآثار النبوية موجودة عند قبيلة بتدعي بني إبراهيم، وهي أحد قبائل ينبع. الوزير قام بشراء أدوات البناء بمبلغ غالي 60,000 درهم، وبعد عودة الوزير تم بناء المسجد وسمي بهذا الاسم. وأدوات الرسول موجودة في غرفة خاصة منعا للسرقة، وكانت مقتنيات عبارة عن الميل من النحاس والمكحلة التي كان يتكحل بها الرسول، وقطعة من العصا الذي شاور بها على الأصنام عند دخول مكة، وملقاة لاستخراج الشرب، وإناء طعام الرسول. وتم نقل هذه المقتنيات إلى مسجد الحسين، ولم يبقى سوى حجر على شكل أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي المسجد بهذا الاسم. وبالرغم من وجود الحجر، لكن مفيش دليل إن هو للرسول، بالإضافة لوجود مجسم قديم لسفينة نوح، وكمان موجودة لوحة كبيرة موجودة باللغة العثمانية تعود للعصر العثماني.